في الفترة الحالية الشورت فورم كونتنت هو من أسرع طرق الانتشار على السوشيال ميديا، بس المشكلة إنك لو لسه بادئ فدايما بتحس إن أنت تايه ومش عارف تبدأ منين. فلو عايز تعرف إزاي تعمل ريلز أو شورت من أول السكريبت، التصوير، المونتاج، لحد لما نعمل أبلود للفيديو على السوشيال ميديا زي انستجرام، تيك توك ويوتيوب، فكمل معايا الفيديو للآخر لو عايز فعلا تستفاد. بس قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وبس كده. يلا نبدأ. أول خطوة وهي إنك تكتب السكريبت للفكرة اللي عندك، والخطوة دي مهمة جدا ليك بالذات لو انت لسه مبتدئ لاسباب كتير، منها انك لو عندك خوف من الكاميرا او مش عارف تتكلم على طبيعتك قدامها، فالسكريبت هيسهل عليك جدا ان انت تتكلم براحتك. هتقلل جدا من موضوع انك تقعد تكرر الكلام بدون اي اضافه مفيده للفيديو، وهتزيد من احتماليه ان المشاهد يكمل الفيديو للاخر لانه بنسبه ما هيكون مستريح وهو بيسمعك. واخيرا هتبان واثق جدا من نفسك وانت بتتكلم، فلازم انك تهتم جدا بالسكريبت. ولو مش عايز تكتب سكريبت كامل فيه الكلام اللي انت هتقوله، ممكن انك تكتب المين بوينتس اللي انت هتتكلم عنها. والسكريبت للريلز او للشورتس بيكون غالبا متقسم لثلاث اجزاء. اول حاجه وهي الهوك، وده من اسمه كده انت بتشد بيه رجل اللي بيتفرج عليك، لان ده لو اتكتب صح هيخلي اللي بيتفرج يكمل الفيديو للاخر. عشان كده لازم جدا انك تهتم بالهوك، لان ده الاساس اللي هنبني عليه بقيه الفيديو. تاني جزء وهو الموضوع او النقط اللي هتتكلم عنها في الفيديو. اخر حاجه وهي السي تي اي، وهنا انت بتطلب من اللي بيتفرج على الفيديو ان هو يعمل حاجه معينه، زي مثلا انه يكتب كلمه معينه ويوصل له فايل ليه علاقه بالفيديو. بس دي بتكون مناسبه لحالات معينه، يعني مش في كل الفيديوهات لازم انك تعمل فايل عشان تضيف سي تي اي. في طرق تانية هنتكلم عنها دلوقتي. تاني طريقه وهي انك تقول له يعمل لك فولو او شير او لايك زي ما انا عملت في الانترو. اخر طريقه وهي انك تساله سؤال ممكن يرد عليه في كومنت، وده مش مجرد سي تي اي، هو هيقوي العلاقه اللي ما بينك وما بين الفولورز بتوعك، ويكون في تفاعل اكتر ما بينكم. بعد لما خلصنا كتابه السكريبت هنروح لتاني خطوه وهي التصوير. وهنا بقى في ناس كتير جدا ما بتكونش عارفه هتعمل ايه في التصوير، لان اغلب الناس دلوقتي قدامهم لازم ان انت تجيب مايك غالي جدا عشان تصور، او اضاءه سعرها عالي. فبكل بساطه لو انت لسه بادئ ركز جدا على الحاجات دي، وان شاء الله هتطلع جوده كويسه جدا باقل الامكانيات. اول حاجه وهي المايك. هنا انت مش لازم تجيب مايك غالي جدا، انت ممكن تجيب مايك سعره معقول وتظبط انت الصوت سواء على برنامج الايديتنج او على اي موقع من المواقع اللي بتعمل انهانس للصوت. ومن افضل المواقع اللي انا برشحها لك هنا وهو ادوبي بودكاست، وهو من افضل المواقع اللي انا جربتها. نرجع تاني لجزئيه المايك، انت مش لازم زي ما قلت تجيب مايك غالي، ممكن ان انت تجيب مايك سعره متوسط زي مثلا البويا بي واي ام 1، وده يعتبر من افضل المايكات في الفئه السعريه دي. والمايك ده هو اللي انا بدات بيه وفضلت مستمر عليه لفتره كبيره. تاني حاجه وهي مهمه جدا بعد الصوت وهي الاضاءه. لو انت ركزت على الاضاءه هتعلي جوده الفيديو بشكل كبير، لكن لو اهملتها هتطلع جوده مش كويسه حتى لو انت بتصور بكاميرا غاليه جدا. المهم لو انت لسه بادئ حاول على قد ما تقدر ما تعتمدش على نور الاوضه او نور المكان اللي انت قاعد فيه، لانه في الاغلب هيكون سيء جدا. وهنا انت عندك حلين. اول حل وهو انك تجيب رينج لايت، وده اسعاره مختلفه على حسب الكواليتي بتاعته. ولو انت معكش خالص ان انت تجيب رينج لايت، ممكن انك تعتمد على تاني طريقه، وهي دي الطريقه اللي فادتني وساعات كمان بستعملها، وهي انك تعتمد على الاضاءه الطبيعيه اللي جايه من الشمس. حاول انك تروح جنب شباك فيه اضاءه كويسه وتصور عنده، بس ركز جدا ان الاضاءه ما تكونش ضاربه في وشك على طول. حاول مثلا ان يكون في ستاره او قماشه عشان تخلي الاضاءه سوفت شويه. واخر حاجه هي انك مش لازم تجيب كاميرا، عادي جدا انك تصور بالموبايل، بس اهتم بالحاجات اللي انا قلتها دي وان شاء الله هتطلع جوده كويسه جدا. بعد التصوير بنروح لثالث خطوه وهي مونتاج الفيديو. اول حاجه المونتاج مراحله كتير جدا ومش هنقدر ان احنا نركز عليها كلها في فيديو واحد، لكن بكل بساطه خطوات مونتاج الفيديو بتبدا بانك بتقطع الفيديو، بتعمل له تلوين، بعد كده بتبدا ان انت بقى تعمل له مونتاج. زي مثلا انك لو عايز تعمل سين هنا، عايز تحط ايكون، تكتب كابشن، او تعمل ترانزيشن بين حاجه وحاجه، تضيف مثلا مشهد يخدم الفكره اللي عندك. بعد كده بتعمل الساوند ديزاين للفيديو، زي مثلا انك تضيف حلال نشيد او انك تضيف ساوند افكتس وهكذا. ببساطه التقطيع حاول انك ما تاكلش من الكلام، وحاول برضو انك ما تسيبش فراغات كبيره بين الجمله والجمله، لان ده بيخلي شكل الفيديو مش احسن حاجه. لكن لو الفراغ هنا ليه فاليو فممكن ان انت تسيبه، لانه هنا هيخدم الفكره بتاعتك. تاني مرحله في الايديتنج وهي التلوين. وهنا لو الالوان بتاعه الفيديو متوسطه وانت لسه ما اتدربتش كتير على موضوع التلوين، فمش لازم تلون قوي. حاول انك تعلي او تقلل النسب بشكل مناسب، يعني ما تعليهاش قوي او تقللها قوي، لان ده هيخلي شكل الفيديو وحش. وزي ما قلت في الفيديو اللي فات، ولو انت ما اتفرجتش عليه هتلاقيه في الديسكريبشن بوكس او في الاي اللي فوق هنا، ان التلوين مش بيظبط من مره واحده، لازم تتدرب مره واثنين وثلاثه عشان تقدر انك تظبط الوان الفيديو. بعد كده جزئيه بقى ان انت تضيف مشاهد او كابشن او ايكون ايا كان، دي فيها كلام كتير
جدا وملهاش قاعده معينه، طبعا بتختلف من فيديو لفيديو. بعد كده مرحله الساوند ديزاين، حاول انك تظبط الاصوات اللي في الفيديو ما تبقاش عاليه عن صوت الشخص اللي بيتكلم او ما تبقاش قليله بحيث ان هي ما تبانش. وبس كده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. لو الفيديو عجبك ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب، وهتلاقي اكونت الانستجرام والتيك توك تحت في الديسكريبشن بوكس. ولو عندك افكار فيديوهات حابب ان احنا نتكلم عنها في الفيديوهات الجايه ما تنساش تكتبها لي تحت في الكومنتس. وبس كده، سلام.